بسم الله الرحمن الرحيم. كل التحية لحضراتكم. من تبعات قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي 17 ابريل 2025 بتخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2.25%. بدأت لجان البنوك الداخلية المختصة بمراجعة العائد باجتماعاتها فور استئناف العمل المصرفي بعد اجازات عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. وبدأت بالفعل بعض البنوك الكبرى بتخفيض معدل الفائدة على الشهادات الادخار ذات العائد الثابت ذات الآجال الثلاث سنوات بمقدار 2%. وبالطبع سيؤدي ذلك إلى انخفاض معدل العائد على الإقراض. هل سينطبق انخفاض هذا العائد على الشهادات القديمة السارية حاليا والشهادات الجديدة التي سيتم شراؤها بعد تفعيل تخفيض العائد بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025، أم سيتم التطبيق على الشهادات الجديدة فقط؟ بالطبع سيتم التطبيق على الشهادات التي سيتم شراؤها بعد قرار سريان تخفيض العائد بدءا من يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2025. انما الشهادات القديمة السارية التي تم شراؤها من قبل سيتم سريان العائد المطبق عليها حاليا حتى انتهاء أجالها المحددة في تاريخ الشراء. بالطبع تخفيض العائد ظاهرة إيجابية في هذا الوقت، خصيصا لأنه طبعا سيؤدي إلى إعادة انتعاش السوق التجارية والصناعية، وسيؤدي بالطبع إلى تحسن الأحوال الاقتصادية في الوضع حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي ستطرأ فيما بعد. فكل وقت له قرار معين يتفق معه. نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه القرارات مفيدة جدا للاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات. وخالص تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.